السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم يا جماعة. الدرس ده درس استماع لطلاب المستوى المتوسط في اللهجة المصرية Intermediate Level in Egyptian Dialect. خلونا نبدأ. النهاردة هنتعرف على موضوع النهاردة وهو المواصلات. المواصلات دي صورة المواصلات. المواصلات هي الوسيلة اللي بتوصلنا. This is the verb came from the مواصلات to arrive us, to reach us. بتوصلنا من مكان لمكان وبتسهل علينا حركة الانتقال من مكان لمكان. عندنا مواصلات كتيرة جدا في العالم، وعلى حسب كل مكان المواصلة بتختلف. يعني انت لو رحت للأماكن القروية الريفية هتلاقي المواصلات، الحيوانات، الحمير، العربيات الكارو اللي بتجرها الحمير، أو في بعض الأحيان ممكن تكون حيوان أعلى من الحمار شوية زي الحصان. في بعض البلاد في وسائل مواصلات غريبة جدا زي البقرة، وده يعني مش موجود في مصر، بس في بلاد زي الهند بيستخدموا البقرة كوسيلة مواصلات بتجر عربية. وكمان أنا شفت في بلد في الشمال كده في التلج وسيلة مواصلات غريبة جدا. كلاب بتجر عربية صغيرة، بس مجموعة كلاب بقى. فوسائل المواصلات يعني في بعض البلاد بتكون غريبة جدا جدا. وكمان في وسيلة مواصلات غريبة جدا، ودي غزلان بتجر عربية، طبعا مش سانتا كلوز. أو ممكن تكون وسيلة المواصلات دي خرافية. بس خلونا نتكلم عن وسيلة المواصلات الأغلب في أغلب بلاد العالم. عندنا العربيات. في مصر بنقول عليها عربيات ملاكي. عندنا العربية الملاكي أو عربيتك الشخصية. الحاجة الحلوة في العربية إنك ممكن تستخدمها في أي وقت، مفيش مشكلة خالص. تروح بيها الشغل، تروح بيها أي مكان في أي وقت، زي ما قلت لك تروح بيها أي مكان في أي وقت. لكن طبعا أنت متكلف، أو أنت هتتكلف فلوس تصليح عربيتك، هتخلي بالك منها، وكمان هتدفع البنزين أو الكهرباء لو عربيتك عربية بالكهرباء، البنزين أو الكهرباء. في وسائل مواصلات تانية غير العربية بتكون أكبر شوية. الأتوبيس، أيوة، إحنا بنقول على الباص أتوبيس. يعني هي مش كلمة عربية 100%، ولكن هي كلمة جت من لغة تانية، ممكن تكون فرنساوي أو إيطالي أو إنجليزي. أوتوباص بنقول عليه أتوبيس. والأتوبيس ده عبارة عن عربية كبيرة جدا، وبيكون عدد الناس فيها كتير فبتكون أوفر. it saves your money. أوفر لما تدفع فلوس، لأن زي ما قلت لك الأتوبيس كبير وبياخد ناس كبيرة جدا. وممكن كمان في ناس تقف في نص الأتوبيس ويكون الأتوبيس كله زحمة، وما شاء الله يعني الراجل صاحب الأتوبيس بيحب إن يكون الأتوبيس كله زحمة عشان يلم
في شوية فلوس حلوة. وده موجود كتير في مصر، لو انت جربت تركب اتوبيس هتعرف الكلام اللي انا بتكلم عليه. ده الاتوبيس. في حاجة تاني في مصر اسمها ميكروباص. هي برضو كلمة مش عربية. باص، مايكروباص. يعني هو أصغر من الأتوبيس شوية، بيشيل ناس أقل من الأتوبيس، بيكون أسرع من الأتوبيس. الأتوبيس كبير فمش بيتحرك تن تن تن، لكن الميكروباص، بس احنا مش بنقول مايكروباص، بنقول ميكروباص. ميكروباص. الميكروباص سريع، ممكن يحدف يمين يحدف شمال، ياخد غرزة، يطلع، يوصل لك المكان اللي انت عايزه بسرعة يعني. سريع، أسرع من الأتوبيس طبعا. عندنا وسيلة مواصلات تانية، القطر. القطر. طبعا القطر طبعا حاجة كبيرة جدا. والقطر أو المترو، بس المترو الفرق بين القطر والمترو إن المترو بينزل تحت الأرض، بينزل تحت الأرض، ساعات بيطلع فوق. ده الفرق بين القطر والمترو. القطر وسيلة المواصلات الجميلة جدا اللي بتاخد عدد كبير جدا من الناس، اللي بتوصلك من مكان لمكان، بس الأماكن بتكون أبعد، بعيدة يعني، من مثلا من اسكندرية للقاهرة، من القاهرة للوكسور. المساحة كبيرة جدا. وبالمناسبة، آه عندنا في مصر سكة حديد اسمها سكة حديد مصر. ودي متصلة من شمال مصر لجنوب مصر، أو يعني بتخلي من شمال مصر لجنوب مصر متصلين. وتقريبا هي موازية لنهر النيل. يعني شوف انت نهر النيل كده في مصر، يعني تقريبا نهر النيل في مصر بيقطع مصر كده من النص، والسكة الحديد تقريبا ماشية مع نهر النيل كده على حد علمي. في الصحراء والأماكن الصحراوية مش هتلاقي للأسف سكك حديد، أو نادرا برضو على حد علمي. لكن مؤخرا بدأوا يعملوا مشاريع للسكة الحديد. ده القطر. واتكلمنا بقى عن وسائل المواصلات البرية، يعني على الأرض. طبعا في وسائل مواصلات كتيرة جدا، أنا مش هقدر أحصرهم في الفيديو ده. لكن إحنا بنمارس اللهجة المصرية، فهتتعلم أسماء وسائل المواصلات، وهتعرف شوية كلمات نستخدمها. في تاكسي، بنقول عليه تاكسي أو أجرة في بعض الأحيان. نيجي بقى لوسائل المواصلات الأكبر، ومش للناس بس، ممكن بنستخدمها للبضايع. بضايع، products، بضايع. عندك وسائل المواصلات الطيارة. طيارة، طيارة. دي طبعا أسرع وسيلة مواصلات، وممكن تسفرك من بلد لبلد في ساعتين بس. احنا طبعا في العصر الحديث، لكن زمان عشان توصل من بلد لبلد تاخد أسابيع أو شهور. انت وصبرك بقى، لازم تكون صبور. زمان كانت الناس بتسافر من بلد لبلد زي ما قلت لكم شهور. صبر، الناس كان عندها صبر زمان. دلوقتي مفيش صبر. تركب الطيارة، ها، وعشان تسافر وتأخرت الطيارة مثلا نص ساعة، تكون متضايق، بتكون زعلان جدا عشان اتأخرت نص ساعة. طب الناس اللي زمان دي، اللي كانت بتسافر بالجمال ولا بالخيول، وممكن تموت في طريقها. ايه الصبر ده؟ الصبر مختلف جدا، يعني سبحان الله. الفرق في الصبر من زمان ودلوقتي بقى، يعني فرق كبير جدا. فرق كبير جدا في الصبر. دي الطيارة، طبعا سريعة جدا. دي وسيلة نقل أو مواصلات جوية.
جوية جو. عندنا وسيلة مواصلات تاني مختلفة بس بتكون أكبر يعتبر أكبر وسيلة مواصلات، وهي السفينة. السفينة طبعا جميلة جدا بتمشي في البحر، بس بتكون أبطأ من الطيارة. لكن الرحلة على السفينة ممتعة جدا، بتشوف البحر، يعني بتشوف خلق الله في البحر، جميلة جدا. السفينة مميزاتها إن هي ممكن تاخد كميات كبيرة جدا من البضائع أو المنتجات أو البني آدمين، على عكس وسيلة المواصلات أو النقل، الطيارة اللي ما تقدرش تاخد كميات الكبيرة دي من البضائع ومن الحاجات. طبعا احنا خلصنا هنا الفيديو، والفيديو ده زي ما قلت لكم عن وسيلة المواصلات والنقل. ولو عجبك الفيديو ده واستفدت منه متنساش تعمل لايك، ويا ريت تسيب كومنت ل ideas topics ممكن نتكلم عليها في الدرس الجاي. والسلام عليكم.